تصريح خطير جدا من جهاد جريشة يفجر مفاجأة نارية عن أخطاء تحكيمية واضحة جدا في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ورسالة نارية من إبراهيم نور الدين. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الخبير التحكيمي جهاد جريشة أكد أن أكرم توفيق كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن مباريات نصف نهائي السوبر المصري. وأكد أيضا جهاد جريشة في تصريحات خاصة أن أكرم توفيق استحق الحصول على البطاقة الحمراء في الدقيقة 74 بعد ما تعمد لمس الكرة بيده وتعطيل هجمة واعدة جدا لصالح نادي سيراميكا كليوباترا، وكانت فرصة كبيرة لتعديل النتيجة. وأيضا تحدث الخبير التحكيمي جمال الغندور عن مباراة الأهلي وسيراميكا، وقال إن اللقاء ده فعلا تقنية الفيديو ما كانش ليها أي لازمة فيه، وكان المفروض يتم مراجعة بعض الأمور. الناس معتقدين إن أي لمسة يد المفروض إن احنا نشهر البطاقة الصفراء، يجب أن تكون هناك فرصة واعدة أو يكون في حاجة تستدعي الموضوع ده. وأيضا لأن كان في بعض الأخطاء الكبيرة جدا في مباراة الأهلي اللي كانت المفروض ما تخليش الأهلي يفوز بتلك المباراة. ووجه كمان إبراهيم نور الدين المدير الفني لجنة الحكام الشكر لمجالس إدارة الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري، وكذلك اتحاد الكرة مؤكد إن شاء الله تكون بطولة السوبر بداية جيدة للتحكيم فيما هو قادم. وإبراهيم نور الدين قالك إن لجنة الحكام في تصريحاتها في كذا برنامج أكدت إن مفيش مخلوق على وجه الأرض يقدر يمنع أخطاء التحكيم، لكن الشغل والتدريب والتطوير ممكن يخلينا نحسن من أدائنا في الفترة اللي جاية، ويكون التحكيم في المباريات القادمة بتحكيم مصري. ولكن الزمالك طلب تحكيم أجنبي في مباراته أمام نادي الأهلي. إبراهيم نور الدين أشاد أيضا بما حدث من بعض المعلقين على عدم هجومهم الواضح على لجنة الحكام أو على التحكيم المصري، وقال لازم أن احنا ندعم الحكم المصري حتى لو كان في بعض الأخطاء، زي ما كان في أخطاء كمان واردة جدا في مباراة بيراميدز ومباراة الزمالك. وأعتقد أن في كلام كتير وشكوك كتيرة حول هدف بيراميدز الملغي إذا كان تسلل أو لا، ولكن بعض الأخطاء واردة زي ما قلنا، زي ما كان في برضو أخطاء واضحة جدا في مباراة الأهلي ومباراة سيراميكا كليوباترا. في النهاية بقول إن أكيد التحكيم بيخطئ، ولكن الأخطاء لما بتكون متعمدة هو ده الحاجة السيئة. تصريح